انا مش عارف ازاي الشيخ عبد الله رشدي اتجوز واحده زي دي، والله العظيم ما عارف لحد الان مش عارف. لو جيت سالت اي بنت انت عايزه ايه تقول لك عايزه راجل يعرف ربنا، عايزه راجل يعيشني كويس، عايزه راجل محترم، راجل يحتويني، كل الكلام ده. طب هل كل الكلام ده مش موجود في الشيخ عبد الله رشدي؟ موجود. طب هل مش متدين؟ لا متدين. طب هل معيشها كويس؟ اه معيشها كويس. ايه المشكله ان الراجل بيقول مش عايز دياسه، مش عايز شغل عاهرات؟ ايه المشكله؟ الراجل مش عايز يطلع حياته على الملأ، شغل الدياسه مش عايز يعمله. الراجل اتجوز ومراته الله يرحمها خلف منها 4، ما نعرفش شكل مراته ولا نعرف شكل أولاده، إنما طبعا هي عشان سعادتها بلوجر المفروض إن هي تعبت بقى وبتاع، ولكن الموضوع بيمشي في الدم، عايزه شغل الترندات، فطلعت بقى اتشهر. ومش المشكله ان هي مش عارفه تغلطه في حاجه، الناس كلها بتحبه والناس كلها بترد. طب ليه هي بتعمل ده كله؟ ليه؟ عشان موضوع انها ان هو متجوز عشان ربنا فمش هتعرف تعمل معاه حاجه، هتاخد حقها بس. ماشي، هي كانت عايزه تتجوزه شويه تحلل منه شغل سبوبه. ايوه، ما هو في سبوبه دلوقتي ماشيه، سبوبه الجواز، تتجوزها تجيب لك عيل شهرين 3 هوب ارفع قضيه، هوب تاخد اللي وراك واللي قدامك. انا بقول لك اهو يا ابن الناس، لما تفكر انك تتجوز، لو انت هتتجوز اللي مضى على قايمه خلاص مضى، انا بتكلم على الجديد. لو انت هتتجوز يا ابن الناس ما تمضيش على قايمه قولا واحدا، ما تقولش اصل بحبها، اصل دي مش هتعمل، هم يضغطوا عليك، اصل يا ابني دي حته ورقه، اصل ما فيش يا باشا منه الكلام ده. جهز شقتك يا باشا على قد امكانياتك، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا امكانيات 1 2 3، يناسبهم اهلا بيكم، ما يناسبهمش سلام عليكم. شوف غيرها، مش من قله البنات اللي شايف بنته محترمه وبنته كويسه وينفع تصلح للزواج مش هيفرق مع موضوع القايمه، خدها بقى على قناعه. انما الناس اللي ماسكه في القايمه عشان عارف ان هو مرباش بنته مش محترمه، قليله الادب، ناشز كتير جدا، فعايز يكتفك بيها. ليه؟ عشان يا تمشي لها دلدول زي ابوها، يا تمشي دلدول يا اما نحبسها. ما هي كده، يا تبقى دلدول وخول يا نحبسها، الدنيا ماشيه كده. انا اعرف ناس ماشيه في موضوع السبوبه ده، اعرف ناس اتجوزت واتطلقت سبوبه، بنات كانوا معانا ايام الجامعه. يعني النهارده لو انت قلت لحد مثلا مش همضي قايمه يقول لك ايه، عايز يمص دمك. النهارده البنت جايه اللي ابوها مش عارف يعمله لها عايزاك انت تعمله لها. النهارده ابوها عايزك تبدا من حيث ما هو انتهى، يعني هو قعد 50 60 سنه شغال عشان يعيشهم في الحياه اللي هم فيها، اللي انت بتروح لهم فيها دي وقتها، عايزك بقى انت تبدا من الحياه دي. ده امر مش طبيعي، تعيش في مستوى كويس ولكن مش شرط تبدا من نفس الحياه بتاعتهم. طبعا اي واحد هيفكر يروح يتجوز عشان طبعا تتكلم في موضوع مش همضي قايمه والكلام ده، هيروحوا ايه، يحاولوا يضغطوا عليك في حته ايه، اصل احنا عايزين ثلاجه مش يا باشا ما فيش منه الكلام ده، هات على قد امكانياتك، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه خليها جنبه قولا واحدا. حضرتك دلوقتي لو جبت ثلاجه ب 10000 جنيه مش هتسقع؟ هتسقع. طب سؤال، لو انت جبت حاجات جودتها مش كويس واتجوزت وحاجه باظت، مين اللي هيجيبها؟ ما هو انت. يعني في الاول وفي الاخر انت لازم هتجيب حاجه كويسه. يبقى يا باشا ايه، تكتب شقه وجهز شقتك، تروحش تمضي وصل امانه على نفسك وتدي مستقبلك في ايد واحده هرموناتها لو طفحت عليها تخرب الدنيا، تخرب الدنيا حرفيا. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش حاجه غلط. انا ما كنتش على وعي كامل بالكلام ده غير لما الحمد لله ربنا كرمني والتزمت. والله العظيم بكلمك جد، شغل الدياسه اللي بيحصل ده مش هيحصل، الواحد بيشوفه ده مش هيحصل. النهارده لما تيجي تكلم اي حد تقول له انا عايز واحده بنت ناس، عارفه يعني ايه، عارفه يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه جواز، الدنيا دي. والبنات نفسها بتردد، يعني اكتر ناس بتردد الجمله دي البنات، يقول لك ايه، انت عايز واحده فلاحه من ورا الجاموسه. انا عايزها الفلاحه اللي من ورا الجاموسه، على الاقل هسيبها في البيت وانا ضامن ان انا سايب مين في البيت. ولما تيجي تكلم حد يقول لك ايه، انت مش جايبها خدامه. فين انها تكون خدامه لما تقوم بدورها في بيتها وتقعد في بيتها؟ فين الخدامه هنا؟ ده كده برنسيسه مش خدامه. ما تقوم بدورها في بيتها وهو يقوم بدوره في الشارع عشان يجيب لها فلوس عشان يعيشها. فين بقى؟ هو اللي هيتجوز مش هيجيب واحده عشان تتعبه، ده رقم واحد. ولو انت فاهمه ان هو متجوزك عشان السرير، ففي 1000 واحده تيجي تقوم بدور السرير ده من غير ما يتكلف كل التكاليف دي كلها. والله العظيم زي ما بكلمك، وببلاش، والله العظيم ببلاش الا ربع، والله العظيم كل يوم بقابله في اكتر من كده. وخد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، اي واحده لازم تعرف ماضيها ايه، دنيتها ايه، حتى لو كانت مخطوبه سابها ليه، افهم الدنيا دي. النهارده في بنات تقول لك حسابك كام في البنك، عندك ايه، مش عارف ايه، دي داخله يا باشا على فلوس، اهبق منها، دي داخله تحلل منك، دي داخله تاخد شقاك من الاخر. امشي امشي، سيبك من شغل المحن بتاع البنات ده، سيبك منه، والله العظيم بكلمك جد. عارفين ايه ميزه انك تتجوز على شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ مميزات كتير جدا. اولا هتتجوز على شرع ربنا، تعمل حاجه بترضي ربنا سبحانه وتعالى وانك مش هتكلفهم حاجه. هو ان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش حاجه غلط. ربنا سبحانه وتعالى لو شايف ان لهم حق اكتر من كده كان ادالهم في الدين. احنا لحد الان بيكتشفوا في حاجات في الدين لحد الان بتحصل، يعني في كلام موجود في الدين لحد الان بيحصل. ماشي، فما حدش يقول لك ده كان زمان، يعني امشي على بدايه اليهود واسيب دين ربنا. هو انتوا مش عايزين واحد محترم ويصرف عليك ويعيشكوا كويس؟ انا عايز اقول لك على حاجه، العاهرات مش بس اللي هم في الشارع، في عاهرات في البيوت، في عاهرات عايشين مع اهاليهم. في
ومش عايز اقول لك انت لو شفتهم هتقول عليهم ملايكة، مفيش منهم اتنين، ومدورينها مع طوب الارض. ولما تتكلم معاهم مش هيكلموك غير بالدين. اسمع مني قولا واحدا، وما تقوليش لا اسمع منك، اسمع مني ودور، خد الكلمتين ودور ورايا. محدش يجي يقول لك شيل الفكر ده من دماغك، لا يا باشا ما تشيلش الفكر ده من دماغك، لازم تعرف ماضيها وتعرف ان هم ولاد ناس ولا لا، واوعى تمضي قايمة. اللي مضى زمان خلاص، دلوقتي لا، الشباب فائت، السبوبة دي لازم تنتهي. كون ان واحدة تتجوز واحد 3 4 شهور وتروح ترفع عليه قواضي عشان تاخد اللي وراه واللي قدام، اللي هو تدمر له مستقبله. انت يا ابني لما بتمضي قايمة بتدي مستقبلك في ايد واحدة. اصل لا بحبها خلاص بقى، اخواتك اللي كانوا بيحبوا في السجون بروح شوفهم. ما كانش في دماغي موضوع القايمة ولا الكلام ده. لما بدأت أقرأ في الموضوع لقيت إن ده الصح، واللي ده اللي المفروض الشباب تعمله. ده تعمل الحاجة اللي على شرع ربنا سبحانه وتعالى. واحد بيبدأ حياته يتجوز على شرع ربنا، يفرح على شرع ربنا. سيبك من جو الدياسة اللي بيحصل في الأفراح ده، سيبك منه. أصل الناس ماليش دعوة بالناس، أنا ليا دعوة بنفسي، ماليش دعوة بحد. اللي يقلع اللي يلبس اللي يقضيها شغل عاهرات يقضيها، ماليش دعوة، أنا ليا دعوة بنفسي أنا عايز إيه. لما تيجي تكلم أي واحدة تقول لك أصل أنت عايز تاخد واحدة من ورا الجاموسة. انتوا عارفين يا جدعان من ورا الجاموسة، انتوا بتقولوا عليها من ورا الجاموسة دي ليها قيمة عن كتير من هنا في القاهرة، مش هنضحك على بعض. احنا تعبنا من الوساخة والفكر الغلط اللي متصدر للبنات، وان البنت مش ملزمة مش ملزمة. النهارده موضوع القايمة بيجبرك انت كأب وانت كأم تعلمي بنتك يعني ايه جواز، لانكم هتبقوا عارفين ومتأكدين انها لو مش عارفة يعني ايه جواز يبقى هترجع لك. وخدوا بالكم، انا عايز اقول لكم على نقطه مهمه جدا ناس كتير مش بتاخد بالها منها. يا عم اللي بتقعد تتنك انت وتحط رجل على رجل وبتاع، اللي هي بنتك ما بتعرفش تعمل كوبايه الشاي اصلا، وانت اللي بتقعدي تتنكي عشان بنتك وبتاع، واصلي مش عارف ايه والكلام ده. عايز اقول لك بنتك لو كسرت ال35 ووصلت، يعني هي اول ما توصل ل40 ملهاش لازمه، وهتمشي تدلل عليها عشان تلاقي حد بس يبص لها. وياما في حريم وصلت للسن ده بتروح تتجوز شباب صغيرة وبتصرف عليهم عشان بس يتجوزوا. عارف ان في حريم عندها استعداد تعمل اي حاجة مقابل انها تتجوز شاب صغير اللي هم سنهم عدوا ال40 دول؟ عارف الكلام ده ولا مش عارف؟ الراجل 50 سنة يتجوز ويخلف، بنتك وصلت ل40 ملهاش لازمة، تمشي تدلل عليها قولا واحدا. طب نرميها؟ محدش قالك ارميها، محدش قالك ارميها، بس اتقي الله. تمسكش الشاب تسلخه وتمضيه على وصل أمانة عشان يعيش مع واحدة لو هرموناتها طفحت عليها تخرب الدنيا. ما تمضوش على وصل أمانة عشان خاطر سعادتك ما ربتش بنتك فعايزه يشيل شيلتك، مش عايزة ترجع لك. أنا كشاب أو أي شاب رايح يتجوز مش ملزم يروح يجيب واحدة مريضة نفسيا، والله العظيم مش ملزم يعمل حاجة زي كده. ايه اللي يخلي شاب يروح يتجوز واحدة مريضة نفسيا؟ واحدة ما تعرفش يعني ايه جواز، واحدة فاهمة ان جوزها ده او خطيبها ده اللي هيبقى جوزها الفانوس السحري، فانوس علاء الدين، يدعك الفانوس يطلع مش عارف ايه. احنا لازم نعيش الواقع. طب انت عارف لما كل واحد مثلا يقول لك ايه، لا انا مش عارف ايه، لا هتمضي قايمة، لا مش عارف ايه. دخلت انا اصلي في نقاش مع حد قبل كده في الموضوع ده وشدنا جامد يعني في الموضوع ده. قال لك حقها. ايه هو حقها؟ النهارده بقول لك مش هيكلفك جنيه، الشاب مش هيكلفك جنيه، فين حقها بقى؟ حقها اللي ربنا قايله، ده حقها، غير كده ملهاش حاجه. طيب سعادتك بالكابر، احنا شفنا رجاله بتتجوز اجانب بس ما شفناش حريم متجوزه اجانب، فده معناه ان مفيش اجنبي هيبص لواحده مصريه، فخليها جنبك، حافظ عليها. لو انت واحد عقليتك كده حافظ عليها. عارف لما هتلاقي واحد بيقولك ما عنديش مشكله في القايمه والكلام ده كله، اعرف ان ده بنته متربيه، وعارف بنته وقيمه بنته وقد ايه هي هتعيش. اهالينا عاشت، بس دلوقتي السوشيال ميديا خربت الدنيا. الناس عايزه تعيش على السوشيال ميديا، الناس عايزه جو دياسه، والله العظيم جو دياسه، اللي تتصور وهي في البيت مش عارف بايه، واللي تعمل مش عارف ايه وهي في البيت. وانت بقى ما تبقى ماضي على وصل امانها نفسك، مطلوب منك حاجه من الاتنين، يا تعمل راجل وتتحبس، يا تمشي دلدل وخول. شوف بقى انت عايز ايه. صباحكم فل.